مفيش حاجة اسمها بغض النظر عن الدين. حضرتك بعد الجملة دي أنا ما ينفعش أسمعك. إيه بغض النظر عن الدين؟ أمال المرجعية بتاعت ولادنا هتبقى فين؟ وخصوصا ان هو مغطي الجزء ده طبعا او كل حاجه يعني. طبعا. بالمناسبة أنا كان من ضمن الناس اللي بتدرس معايا دبلومة التربية الجنسية، كان عندي دبلومة اسمها إعداد مدرب. كان معايا مسيحيين مشتركين في الدبلومة. مشروع التخرج أنا طبعا لازم تعمل لي مشروع تخرج عشان تبقى أنت كده خلصت الدبلومة. فيها الأربع محاور. هم كانوا بيعملوا دراسة فيما يخص الإنجيل، إن طلع سند لهذه القاعدة، طلع سند للحدود، طلع سند للعلاقة بالجنس الآخر، طلع سند ده موجود. والتشابه ما بين الأديان عالي جدا لأن المصدر واحد. فأنت عندك اوريدي منهج موجود بس متشال ومحفوظ. القرآن يحتاج إلى فهم ويحتاج إلى تطبيق ويحتاج إلى إنه يتحول إلى حياة عملية في حياة ولادنا، مش بنحفظ مع الشيخ ونسمع الآيات وإحنا نيجي عند التطبيق ما عندناش أي تطبيق. ففترة بتحاول هي تدمج ده أو تطبق ده، بتوجد بقى الحلقة المفقودة دي ما بين العلم وما بين التنفيذ. أنا عايزة أنفذ.